السلام عليكم وهلو هلو يا مساء الجمال يا أميراتي أمارات، حشتوني جدا. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أفضل حال يا رب، اللهم أمين. وأهلا بيكم دايما ومنوريني في فيديو جديد النهاردة. فيديو النهاردة معانا سيدة أسبانية كده خفيفة تدخل القلب بسرعة بكل أفكارها الحلوة. تعالوا النهاردة نشوف كده شوية تغييرات في البيت، على شوية مشتريات، على روتين حلو قوي وتنظيمات وترتيبات لأماكن كتيرة قوي تهمنا بأفكار مميزة. يعني الفيديو النهاردة هيكون شامل لكل حاجة. تابعولي الآخر وشوفوا كل أفكارها الحلوة، إن شاء الله تعجبكم وتفيدكم. أستنى بقى لايكاتكم وتعليقاتكم علشان أرحب بيكم في الفيديوهات الجاية. وأكيد طبعا يشرفني اشتراككم والسبسكرايب اللي تحت الفيديو، هفرح جدا بوجودكم معايا، أحلى أمارات في الدنيا كلها. يلا بينا نبدأ بقى مع بعض الفيديو كده، وهنبدأ أول حاجة بالمطبخ. شفنا مع بعض جولة سريعة لشكل المطبخ بتاعها وتنظيمات بعض الأماكن اللي موجودة بطريقة كده سحرية، بنخلي المكان بتاعنا قد ايه شكله حلو، بيفرق جدا في نفسيتنا حتى احنا في البيت. فكرة طبعا ان احنا نستخدم الجارات او المنظمات وعليها كل حاجة البيانات بتاعتها، دي برضو من ضمن افكار التنظيم والديكور في نفس الوقت. ازاي نخلي المكان بتاعنا يبان شكله حلو من ابسط حاجة. فكرة كمان ان احنا نضيف عليها بعض الديكورات زي مثلا الورد او الزرع الاخضر او الاضاءات، حاجة بتكون مميزة جدا للكورنر اللي موجودة عندنا. ببعض الحيل وبعض التريكات كده احنا بنحاول من كام فكرة نجمعهم مع بعض، نخلي المكان بتاعنا يكون مميز ازاي. كمان هنا عجبني فكرة ترتيبها للدولاب ببعض برضو الحيل البسيطة قوي اللي هتخلي شكل الدولاب يكون مميز. اولا هي جابت البوكسات بتاعتها، وعندها بحيلة وتركاية كده لذيذة، بدأت ان هي تركب زي مقابض كده موجودة، زي اللي احنا بنشوفها بتاعة الأدراج مثلا او بتاعة الظرف. عملت فتحة في البوكس بتاعها وركبت اليد اللي هي الذهبي دي، شكلها حلو قوي وتخلي التنظيم بتاعنا يكون قيم اكتر. وبدأت تحط كل الملابس بتاعتها بالطريقة دي في الدولاب، شكله بجد بقى لذيذ قوي وبقى حلو ومكان منظم قوي، مع كمان الإضاءات شكل جدا فارق جدا جدا. يعني شوفوا احنا ممكن ببعض الحيل كده نخلي المكان بتاعنا يبقى أنيق ازاي. كمان هنا عندها الاتنين كومود اللي جنب السرير، زي ما شفتوا كانوا باللون الاسود وبالخشب. يمكن الوان تكون تبان للبعض انها كئيبة شوية، بنبقى محتاجين نفتح الالوان او نستخدم لون ابيض. فبدأت ان هي تغير لون الادراج اللي موجودة، وتغير لون كمان الجزء المعدن. الدرج من جوه حطت فيه الورق الستيكر تغير من شكل الدرج من جوه. وكمان عملت فكرة الطبعة كتابلو كده او برواز على الكومود، برضو تغيير حلو ان احنا نعمل ديكور او نعمل تجديدات في الاساس بتاعتنا او بعض افكار الديكورات زي التابلو. برضو دي حيلة سهلة قوي ان احنا نقدر ننفذها بسهولة. نيجي بعد كده لمنظمات تانية، وهي البوكسات اللي بدأت ان هي تعمل فيها تنظيمات سواء بقى لملابس او لفوط، او انها تحط فيها اي تنظيمات خاصة بيها. فكرة ان انا اجمع الحاجات الصغيرة بدل ما هي منطورة كده في كل حتة ومبهدلة المكان، ان انا اجمعها في بوكس واحد، ده بيفرق جدا كمان برضو في شكل التنظيم بتاعي. عايزاكم هنا كمان برضو تشوفوا تنظيمها للأدراج. كان الأول عندها بعض العلب والأدوات اللي موجودة عندها في المطبخ اللي بتستخدمها، فجددت الحاجات اللي موجودة القديمة بطقم علب تاني. الأول شوفوا هي كانت عاملاه ازاي، كانت فرداه كله في الدرج، عشان هنرجع نشوف تاني تغيير ليها ازاي بتغير في المكان. يعني كان أول حاجة اتخلصت من أشكال كتيرة قوي، يعني عندي من كل مثلا فيلم أغنية زي ما بيقولوا، علبة من هنا على علبة من هنا، والمكان كله مش عارفة أنظمه. لكن ان انا اجيب طقم موحد هيفرق جدا كمان في استخداماتي، وهيفرق كمان في ترتيبي. انها بعد كده قالت لا خلاص انا هشيل، بدل ما انا فرداهم كده هشيل الغطيان لوحدها واخلي العلب لوحدها، احط الكبير وهو الاصغر في الاصغر، والغطيان احطها مع بعض في منظم، فيبقى عندي مكان تاني اقدر ان انا احط حاجات اكتر عندي في الدرج. ودي طبعا الطريقة الافضل لتنظيم الحاجات المقفولة زي العلب مثلا بتاعة التلاجة، ما احطهاش كلها كده كل علبة بغطاها، لا احاول افصلهم عن بعض عشان اوفر مساحات اكتر. نرجع تاني لتغييرات الغرفة، وزي ما شفنا تغييرها للكومود مع بعض،
كمان حبت ان هي تغير من شكل السجادة، تبقى سجادة كبيرة، وكمان يعني حاجة يمكن اعتقد البعض مش بيفضلها السجادة اللي تحت السرير، يعني بنحب الحاجة الصغيرة كده اللي في المكان الفاضي. فهي غطت المكان اللي تحت السرير، وكمان جابت البانكت اللي فيه المكان بتاع التخزين يبقى 2 في 1، مكان للجلوس والديكور شكله حلو، وكمان تقدر تحط فيها الكوشنز بتاعة السرير او التنظيمات بتاعتها. بعض كمان برضو افكار البوكسات لكل الاغراض بتاعتها، يبقى كل مكان عندها منظم، احذية، شنط، ملابس، كل حاجة زي ما انتوا شايفين قد ايه منظمة، وقد ايه بجد يعني فكرة مثالية قوي لاستغلال المساحات في كل كورنر موجود. كمان هنا برضو تنظيمها للحمام، لازم برضو يكون في حاجة نحط فيها الأغراض بتاعتنا، نحاول حتى لو في رفوف عندنا ميبقاش كله محطوط عليها، لو بنستخدم كريمات أو شامبوهات أو حاجات في الحمام نحاول برضو نحطها في أماكن مقفولة، بتبقى خصوصية أكتر، وبيبقى شكل الحمام بتاعنا كديكور أو منظم بيكون أحسن. ممكن الرفوف بقى نحط عليها ديكورات، نحط عليها إضاءات، الشكل النهائي هيكون أحلى بكتير للحاجات المقفولة. بعض الأجهزة كمان برضو اللي عملية قوي في البيت، سواء زي ما انتوا شفتوا طبعا الكراسي بتاعتها اللي هي ضد الاتساخ، الماتيريال اللي انا بستخدمها في الاماكن بتاعة الاكل، ترابيزة السفرة او اماكن الاكل في المطبخ، المكان بتاع الليفينج، القماش بيفرق جدا ان انا اجيب حاجة تبقى سهلة معايا في التنظيف. وكمان جهاز ازالة الوبر برضو من الاجهزة المهمة قوي للمفروشات بتاعتكم او للملابس، كمان هيخلي كل حاجة عندك جديدة طول الوقت. عجبني جدا فكرة البوتاجاز عندها البلت ان هو فيه مانع للاتساخ كمان برضو للمطبخ، ممكن نبهدل المكان اللي حوالينا، فشفتوا ان هي بتطلع القطعة الاكريليك ديت اللي بتمنع كل الاتساخ، وكمان بيبقى فيه الشفاط بيبقى موجود، فحاجة بتبقى عملية قوي كمان برضو، خصوصا ان هو بيبقى في اماكن بتكون مفتوحة، لو على الريسبشن المطبخ فبنحاول ان احنا نمنع الريحة، نمنع الحاجة اللي مش نضيفة طول الوقت. فادي برضو فكرة من افكار البوتاجازات البلت ان. تجديداتها بقى زي ما شفتوا كمان للغرفة اللي فاتت وورق الحائط، أجهزة تكون بتساعدها في البيت، أجهزة بتكون عملية قوي. فكرة برضو المكنسة الروبوت ديت بقت منتشرة، وحاجة بتسهل عليكي طبعا حركتك في البيت، حاجة تنجز معاكي. أو كمان حتى الفاكيومز اللي حجمها صغير وبتكون وايرلس، برضو بتبقى عملية قوي ان انا بتديني حرية اتحرك بيها في اي مكان، بتبقى بالشحن، فمش مقيدة ان انا معايا سلك او معايا جهاز حجمه كبير هتحرك بيه ازاي. فبرضو فكرة من افكار الاجهزة اللي بتبقى عملية وبتسهل علينا طول الوقت مجهود البيت. فيديو النهاردة لسيدة خفيفة وظريفة، يا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم، تكونوا استفدتوا ببعض حيل وأفكار للتنظيمات، وكمان تكونوا أخدتوا فكرة عن بعض المشتريات بتاعتها المفيدة كمان في بيتها. بشكركم يا أميراتي على حسن المشاهدة، يا رب دايما عند حسن ظنكم في الاختيار. بكرة إن شاء الله أوعدكم بفيديو لإعادة التدوير، تكون حاجة مميزة لعيون أحلى أميرات، فاستنوني بكرة الساعة 10 بتوقيت مصر إن شاء الله. تنسوش بقى اللايك الحلو بتاعكم، تعليقكم واشتراككم، وبكرة نتقابل على خير بإذن الله، وسلام.